لماذا ينصح الحكماء انك ما تسيبش مع مراتك الكريدت كارد وهي رايحه المول؟ مرحبا. بيزد على كتاب بريدكتبلي irrational، وده كتاب بيحكي لك على القوة الخفية اللي بتأثر فيك وفي قراراتك وانت بتتعامل مع الفلوس. المدام بتاعت سيادتك وهي نازلة رايحة المول بتبقى متخيلة انها رايحة تجيب الايتم رقم واحد واثنين وثلاثة وتلف وترجع، لكن في النص بقى بيحصل شوية حاجات كده تخليها تغير رأيها وتشتري حاجات مختلفة او تشتري حاجات اكتر من اللي هي كانت رايحة تشتريها. وده راجع ان المحلات اللي في المولات بتلعب مع الزباين العاب كتير بتخليهم يختاروا اللي على مزاج المحل في اغلب الاوقات، مش اللي على مزاج الزبون زي ما هو كان متخيل. الفصل الاول في الكتاب بيتكلم على حاجه اسمها النسبيه. خلي بالك ان مراتك وهي نازله تشتري ما بتعرفش تقرر ان هي عايزه الحاجه الفلانيه، معظمنا ما بيعرفش يحدد ان هو عايز الايتم دي غير لما يلاقي ايتم تانية يقارنه بيها فيختار الايتم الفلانيه. انت ما بتعرفش تختار الحاجات وهي مطلقه كده، لازم تقارنها بحاجه تانية عشان تعرف مين فيهم احسن واحده بالنسبه لك. لكن خلي بالك بقى ان المحلات في المول بتلعب معاك لعبه كده وانت بتعمل عمليه المقارنه عشان تخليك تختار اللي بيكسبهم اكتر مش اللي انت محتاجه اكتر. خد عندك مثال، مثلا محلات الاكل. لو انت داخل المطعم وعندك نيه ان انت تشتري وجبه كومبو ساندوتش بطاطس وبيبسي ولقيت منها مقاسين ميديوم ولارج، معظم المطاعم بقى بتعمل ايه يا معلم؟ بتخلي الفرق بين الوجبه الميديوم والوجبه اللارج في الكميه باين جدا، يعني يزود لك تلت البطاطس في الوجبه اللارج ويزود لك تلت المشروب في الوجبه اللارج، لكن لما يجي يزود السعر ما يزودوش التلت، يزودوا 10 او 12%، فتلاقي ان الوجبه الميديوم ب 50 جنيه والوجبه اللارج ب 55 جنيه، رغم ان الفرق في كميه الاكل اللي بين الاثنين واضحه وكبيره. فده بيخليك تعمل ايه وانت بتقارن؟ تختار الوجبه الكبيره. في حقيقه الامر المطعم مش عايز يبيع كتير من الوجبه الميديوم، هو عايز يبيع من الوجبه اللارج اللي ده بتكسبه اكتر، لكن هو بيحط لك الوجبه الميديوم وبيحط اللارج جنبها بسعر قريب جدا منها عشان يحسسك ان الفرق بين الاثنين بسيط. لو زودت 5 جنيه وخدت اللارج اكيد انت الكسبان. وبيستخدموا الوجبه الميديوم دي كديكوي او تمويه، بيخليك تبص لها انها الاوبشن اللي مش اكتر تفضيلا بالنسبه لك، لان انت لو زودت 5 جنيه بس تاخد تلت الكميه اكتر. لما يا حبيبي المطعم بيعمل كده عشان يبصيك على الوجبه الكبيره لان دي اللي بتكسب اكتر. الخديعه التانيه اللي بتتعمل فيك في المول، لما تخش محل تلفزيونات مثلا وتلاقي تلفزيون باناسونيك 30 بوصه ب 1000 جنيه، وتلفزيون توشيبا 40 بوصه ب 1800 جنيه، وتلفزيون سامسونج 50 بوصه ب 3000 جنيه، فتبتدي تحس انك تهت في الارقام، ما انتش عارف انهي بوصه قصاد انهي سعر هي الاحسن. معظم الناس في الوقت ده بتروح انها تستبعد اغلى سعر من المعادله. التلفزيون ابو 50 بوصه ده بيستبعدوه لان بيحس اكيد انا مش هجيب اغلى واحد. في معظم الاحوال الناس بتختار الاوبشن اللي في النص اللي هو مش اغلى واحد ومش ارخص واحد. لعلمك اوقات بيكون الثلاث تلفزيونات في الحقيقه سعرهم بالنسبه للتاجر مش فارق عن بعض قوي كده، بس هو بيقرر يغلي واحد قوي عشان يخليك تختار منتج تاني هو بيكسب فيه اكتر من الشركه اللي بتوزع له. على فكره نفس الحركه دي بتعملها مطاعم كتير. في مطاعم بتحط اطباق في المنيو بتاعتها غاليه جدا وعارفه ان محدش ممكن يدفع فيها الفلوس دي، لكن هو بيسيبها موجوده في المنيو رغم ان محدش بيطلبها عشان انت تختار تاني اغلى طبق اللي هو يكون بيكسب منه على الاخر. على فكره النظريه بتاعت المقارنات والنسبيه دي مش بس بتابلاي في المول وفي الشوبينج، لا يا حبيبي دي بتابلاي في حاجات كتير جدا. يعني لما حضرتك تيجي تبعتي صوره بنتك لمدام هاله اللي ابنها لسه مخلص جيش وبيدور على عروسه، ابعتوا لها صوره بنتك ومعاها صوره بنت تانية موجوده في الصوره لكن بنتك احلى منها، حتى لو بنت حضرتك بمعايير الجمال العاديه مش اموره على الاخر، لكن وجودها جنب بنت تانية اقل منها جمالا بيبين بنتك شكلها احلى. مثال اخر لموضوع المقارنات والنسبيه ده، لما بتجيب موظف تعينه تقول له تعالى هتشتغل معانا وهديك في الشهر مثلا 20000 جنيه، والمفروض ان ال 20000 جنيه مبلغ مش بطال، تفاجئ بعد 3 اشهر بس الموظف جاي بيقول لك انا مش مبسوط ومش عاجبني مرتبي وانا عايز مرتبي يتغير. مرتبي قاعد اللي نزوده يلا. لعلمك هو كان مبسوط بال 20000 في الاول لحد ما عرف ان زمايله التانيين بياخدوا 30000، ابتدى يحس ساعتها اول ما قارن بمرتبه ومرتب غيره ابتدى يحس ساعتها ان هو مش عاجبه فلوسه. نفس الحكايه دي يا حبيبي اتابلايز في الجواز. انت بتبقى متخيل ان مراتك ما شاء الله قمر 14 لحد ما تشوف مدام نانا اللي معاكم في السادس وهي خارجه من عند الكوافير شكلها بيبقى عامل ازاي، ساعتها بس بتعرف ان انت اتنصب عليك. الخديعه الثالثه، تفتكر ايه اللي بيحدد اسعار المنتجات الجديده؟ الحاجات اللي حضرتك ما كنتش تسمع عنها قبل كده، زي الايكوس مثلا اللي هو السجاير اللي بالكهرباء دي. يرد علينا واحد عامل ام بي اي في الاقتصاد يقول لحضرتك اللي بيحدد الاسعار هو قانون العرض والطلب، كل ما الحاجه بتغلى كل ما الطلب عليها بيقل. دان ارالي بيرد على حضرتك بيقول لك ان موضوع العرض والطلب ده فيه كميه نصب هستيري لكن حضرتك بتروح ضحيه كده في الرجلين وانت مش عارف. احكي لك تجربتي مع قهوه اون ذا ران. انا ابتديت مع الكابتشينو الصغير بتاع اون ذا ران ده سنه 2006 او سنه 2007 وكان يتهيألي كان بحدود 8 جنيه، قعد يزيد 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 لحد ما بقت نفس الكوبايه ثمنها 34 جنيه. السؤال مهم جدا، بالنسبه لقانون العرض والطلب بيقول ان كل ما السعر بيعلى كل ما الطلب بيقل. تفتكر حضرتك انا بطلت اشرب من عندهم؟ يؤسفني اقول لحضرتك انا لسه بشتري من عندهم كل يوم. على فكره نفس اللي بيحصل في الاون ذا ران ده حضرتك بتعمله ممكن بس مع محلات مختلفه. انت في الاول اول ما بتحصل الزياده بتقفش، ايه ده؟ ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني ايه يغلى؟
وبعدين بترجع تجيب وراه وبتشتري الحاجه تاني بنفس كميه الاستهلاك اللي انت كنت بتعملها. رغم ان اون ذا ران وستاربكس والحاجات دي ما هياش زي الوقود، حاجه انت ما ينفعش تستغنى عنها، لا انت ممكن تستغنى عنها عادي، ومع ذلك انت بتقدر ترجع تدريجيا لنفس معدل الاستهلاك بتاعك رغم ان السعر عمال يعلى كل شويه. فالحلو بقى بتاع قانون العرض والطلب ده ممكن يروح يشرب بيبس على بال ما احنا نخلص. تعالى هرجع بيك تاني للقصه بتاعت الايكوس اللي كنا جبنا سيرتها من بورها كيدز. الايكوس دي المفروض انها بديل عن السجاير اللي احنا بنجيبها من المحلات عادي، ودي تتكون من قطعتين، جهاز بيتشحن بالكهرباء وسجاير بتحطها جوه الجهاز ده عشان تعرف تشربها. ما حدش فينا خالص يعرف الجهاز ده تكلفته الحقيقيه كام، لكن هو اول ما نزل السوق اتحط تقريبا ب 2000 او ب 2500 جنيه. انت كنت اول مره في حياتك تسمع عن الجهاز ده وكنت فاكره بدعه يعني، لكن اول معلومه دخلت دماغك ان الجهاز ده ب 2500 جنيه. وبعدين لما تبتدي تشوف الناس بتشتريه وتحس ان هو ابتدى ينتشر في الاسواق وتبتدي تفكر ان انت عايز تنزل تجيبه، بتشوف ان 2500 جنيه ستيل كتير. اول ما تسمع ان هم عملوا خصم على الجهاز ونزل من 2500 ل 2000 بتبتدي تشجع جدا وتروح تشتريه. ايوه بس ليه تعمل كده؟ البتاع لسه ب 2000 جنيه. لان انت بتقارن 2000 جنيه بالسعر الاولاني اللي جم قالوا لك عليه اللي يخص الجهاز ده، رغم ان ممكن يكون الجهاز ده حقيقه تكلفته 400 جنيه مثلا، انت ما تعرفش. لكن هو اول ما نزل الرقم اللي دخل جوه دماغ حضرتك انه 2500 جنيه، فاي رقم تاني بتبتدي تقارنه بال 2500. رغم ان 2500 في الاول كانت كتير، بس عشان هو ده بقى البنش مارك او ده بقى المسطره اللي حضرتك بتقيس عليها، فكل ما تشوف ان المنتج ابتدى يتعرض عند اسعار اقل منه بتقول والله دي فرصه نروح نجيبها. الكاتب كمان بيقول لك ان مش بس انت بتبتدي تقبل ان الجهاز على بعضه غالي لمجرد انه اول سعر اتحط على الجهاز ده اول ما اصدر كان غالي، انت كمان بتبتدي تقبل ان الاكسسوارات اللي تخص الجهاز هي كمان تكون غاليه لان هي جايه من منتج غالي فلازم تكون غاليه. لكن بقول لحضرتك ان السعر الاولاني اللي اتحط في المنتج انت بتبتدي بعد شويه وقت تقبل ان هو موجود، ولما بتشوف اي خصم تافه عليه بتبتدي تحس ان دي فرصه ويلا نروح نشتري، في حين ان السعر الاساسي كان غالي، لكن تعودك على وجود الرقم بيخليك تشوف اي خصم عليه هوبا ده بقى فرصه ويلا نروح نجيبه. وده راجع ان احنا كلنا ما عندناش فاليو ميتر، ما عندناش حاجه نقدر نقيس بيها قيمه الشيء اللي احنا عايزين نشتريه، احنا بنقارن قيمه الحاجات بالسعر الاولاني اللي سمعناه عنها. زي ما واحد يجي يقول لك هو العربيه بمليون جنيه غاليه ولا رخيصه؟ غاليه طبعا، بس تلاقي واحد حاطط اعلان لعربيه فراري ثمنها الحقيقي 6 مليون جنيه حاطط عليها اعلان انها بمليون 150، ساعتها هتحس ايه دي لقطه تعال نروح نجيبها، وتعمل كل اللي تقدر عليه ان شاء الله تدين عشان تروح تجيب العربيه دي. نفس الفيلم ده بالظبط بيحصل مع مرات حضرتك لما يكون معاها كريدت كارد وتروح المول. هي بتروح عندها رغبة رهيبة إنها تشتري الحاجات اللي عليها عرض، رغم إن الحاجة اللي عليها العرض دي أصلا احتياجنا ليها ما يستاهلش الفلوس اللي إحنا هندفعها فيها، لكن هي بتقارن من وجهة نظر اقتصادية في المهلبية إن دي أصلا كانت ب 800 جنيه، فلما أعرف أجيبها أنا ب 480 جنيه ده أنا جامدة جدا. ودي اللعبة اللي المول بيعملها على الستات. وده كان بريف رغيف مختصر كده عن بريدكتبلي الراشنال. مساء الفل.